معاكم هيثم صديق من معرض الأحمدي موتورز بعمارات رامو بمدينة نصر. فورد فوكس 2022 العربية السيدان المدمجة اللي جاية في فيس ليفت جديد. هتلاقي فيه تغيير في الشكل من بره، وهتلاقي كمان تغيير في تصميم المقصورة من جوه. العربية بتتقفل بالكامل في دولة ألمانيا. بتنزل بأربع فئات: ترند، كونكتد، تيتانيوم وتيتانيوم اكس. وفي فئة بيقولوا عليها فئة 5 اللي هي كونكتد هاتشباك، بتيجي بنفس مواصفات العربية الكونكتد السيدان. الفئة اللي هكون معانا النهارده هي الفئة الثانية كونكتد. تعالوا مع بعض نتفرج على العربية ونشوف أبرز وأهم مواصفاتها. بس قبل ما نبتدي الفيديو ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب، وما تنسوش كمان تفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل فيديو جديد. مبدئيا كده قبل ما اتكلم على العربيه، الفورد فوكس 2022 بتيجي بخاصيه، او الطلاق بتاع العربيه بيجي بخاصيه او بتقنيه النانو سيراميك، اللي بيحافظ طبعا على العربيه من الاجواء والظروف الجويه الصعبه زي التراب والاحماض وفضلات الطيور، الحاجات اللي زي كده. الشبكه الاماميه للعربيه كلها عباره عن فتحات تهويه، حواليها فريم من الكروم. لو بصينا بقى على جنب العربيه هنلاقي ان العربيه من الجنب بسيطه خالص، ما فيش فيها اي كلاكيع او عقد كتير يعني، بس يمكن في هنا خط كتف برده كده واضح جاي بطول جنب العربيه. مرايات العربيه بتكون فيها اشارات، وفيها خاصيه برده الطي الكهرباء، ولكن بيزيد في الفئه او ابتداء من الفئه الثالثه بتكون ضبط المرايات اللي هي الكف بتاع المرايه بيكون ده ضبط كهرباء، لكن في الفئه الاولى والثانيه طي بس. دخول العربيه بيكون كيلس ابتداء من الفئه الثانيه. وازاز العربيه الجانبي والخلفي زي ما احنا شايفين كده بيجي فاميه اسود، واسفل الزجاج بيكون فيه تريم من الكروم. زي ما احنا شايفين كده العربيه الفورد فوكس 2022 حجمها كبير برضو، تحس انها عربيه فاميلي سيدان قوي يعني. لو جينا بصينا على الطول الكلي العربيه هنلاقيها جايه بطول 4 متر 65 تقريبا. عرض العربيه متر 83. الارتفاع الكلي العربيه متر 47. اما ارتفاع العتب فبيكون 15 سم ونص. مقاس الجنوط في الفئه الاولى والثانيه بيكون 16 بوصه، اما الفئه الثالثه والرابعه فبيجي 17 بوصه. والحقيقه بيكون نقشه الجنط في الفئه الرابعه بتكون مختلفه عن بقيه الفئات. الانوار الرئيسيه في العربيه بتيجي هالوجين في الفئه الاولى، اما بقيه الفئات فبتيجي الانوار الرئيسيه من LED، اما الاضواء النهاريه في كل الفئات LED. مساحه الشنطه الخلفيه بتيجي 511 لتر. ولو الحقيقه جيت بصيت على الشنطه او العمق اللي موجود في الشنطه، فالحقيقه الشنطه فعلا عميقه جدا. وهنا طبعا الاستيب بتاع العربيه، بلس كمان انك تقدر بعد ما تتني ظهر الكنبه الخلفي هتلاقي ان الشنطه بقت مساحتها اكبر واكبر كمان، او اديتك مساحه اكبر من الحجم اللي انت شايفه ده. زي ما قلت لكم ان برضو العربيه شكلها بسيط قوي. في اختلافات بسيطه في ظهر العربيه عن الشكل الموديل اللي قبله. هنا هنلاقي فيه فوكس اللي جايه بعرض العربيه، وطبعا علامه فورد. واللطيف برضو ان هنا الستوب لايت جاي في شنطه العربيه. لو نزلنا لتحت شويه هنلاقي حساسات الركن الخلفيه، والديفيوزر اللي جاي بلون مختلف عن لون الاكسدام في العربيه. وهنا كاميرا الرجوع الخلفيه اللي موجوده من اول فئه. الفئه الاولى والثانيه بتيجي من غير فتحه سقف. فتحه السقف بتيجي ابتداء من الفئه الثالثه.
ما كانش مشهور قوي عن فورد فوكس الفخامه في التصميم الداخلي، لكن الفيس ليفت الجديد ده اتغير الموضوع زي ما قلنا من بره ومن جوه. هتلاقي في ان مستوى الفخامه والتقفيل الداخلي معقول الى حد كبير. فرش الكراسي جاي من القماش في الفئه الثانيه اللي معانا دي. ظبط الكراسي الاماميه في الفئات الاولى بيجي مانيوال، اما الفئات الاعلى فبيجي تسخين في الكراسي، وبيجي فيه ظبط كهرباء. البطانه الداخليه للابواب خامتها معقوله الى حد ما، مش ممتازه قوي يعني. الجلد موجود ده، بس يعني مش الجلد اللي هو الناعم او السوفت تاتش كده، يعني طري، بس ايه كان عايز يبقى انعم من كده شويه يعني. في هنا حليه من البلاستيك باللون الفضي كده، والجزء ده طري بس هو من البطانه قماش. وهنا في مساحه تخزين، على فكره فيها مساحه جوه يعني لغايه جوه، يعني هنا متداريه من جوه، فمساحتها كويسه يعني معقوله. النظام الصوتي في العربيه هنا بيجي 6 سماعات، فيما عدا بس الفئه الاعلى بتيجي 10 سماعات. الخامه بتاعت التابلو بالذات الجزء اللي فوق ده ما اختلفش كتير عن الخامه بتاعت بطانه الابواب، برضو الخامه اللي هي يعني متوسطه، وبرضو الحليه اللي جايه من البلاستيك باللون الفضي. هنا الدرج بتاع العربيه مساحته متوسطه برضو. التكييف بيجي هنا اوتوماتيك والدول زون. الكونسول شكله تقليدي قوي، خالي من اي شكل من اشكال الفخامه او اللاكتشري. بس هنا في كده مساحه تخزين، والله مساحتها ظريفه يعني، تقدر تحط برضو حاجات هنا، ترمي حاجات كتير يعني. بص هنا فيها مساحه كده فيها عمق يعني. وهنا في فتحتين يو اس بي ومخرج 12 فولت. ودي فرامل يد الكهرباء، وده زرار غلق التحكم في الجر اللي هو تي سي اس. هنا في برضو مساحه تخزين ظريفه كده صغننه. دي فتحات الكاب هولدر، دي تقدر تتحكم فيها في مساحتها. بص يعني هنا لو عملت كده تقدر تتحكم في المساحه زي ما انت عايز. طبعا ده مسند اليد اللي هو بيكون برضو في نفس الوقت علبه تخزين. جلد اهو جاي من الجلد، ولو فتحناه هنلاقي فيه كده حاجه برضو زي درج كده، برضو تقدر تشيل فيه اي حاجه صغيره، ومساحته متوسطه حلوه يعني. الشاشه الترفيهيه في العربيه بتيجي 8 بوصه وبتدعم الاندرويد اوتو والابل كار بلاي. وشاشه العدادات بتيجي انالوج في كل الفئات فيما عدا الفئه الاخيره بس هي اللي بتيجي شاشه العدادات بتاعتها ديجيتال. الطاره بتيجي جلد، والحاجه بتاعها طري ومالتي فانكشن. في هنا برضو كده حليه من الكروم شكلها لطيف. دخول العربيه سلس جدا، فتحه الدخول واسعه. القعده ورا، برغم ان انا كنت قاعد مرجع الكرسي السائق مرجعه حلو جدا لورا قوي، ومع ذلك انا قاعد ورا مرتاح جدا. بص في مساحه قد ايه ما بين ظهر الكرسي الامامي والركبه، مساحه كبيره، فالقعده ورا واسعه جدا، يعني اللي قاعد ورا هيكون مرتاح قوي. كمان اللي هيزود لك الاحساس بالراحه دي عدم وجود نفق فتيس، او يكاد يكون نفق الفتيس يعني علو بسيط قوي لا يذكر يعني، فدي ميزه حلوه. الكنبه اللي ورا مساحتها واسعه، يعني تحس انها تشيل 3 افراد متوسطين الحجم مرتاحين جدا. هنا في فتحه او مخرج 12 فولت ورا، بس مفيش فتحات تكييف خلفيه ولا في ارم ريست هنا خالص. في بس هنا جيب تقدر تشيل فيه اي متعلقات كده في ظهر الكرسي الامامي. اما بالنسبه للفتح في مساحه تخزين في الباب اللي ورا، مساحتها صغيره مش كبيره. وهنا في مثبت مقاعد الاطفال اللي هو الايزوفيكس. مبدئيا كده لما فتحت كبوت الموتور، يعني الكبوت مش هيدروليك من اللي هو لازم تحط عصايه عشان تسند يعني. انا بحب الكبابيت الهيدروليك بصراحه. هنا كبوت ده عصايه. بس في ميزه لطيفه هنا كده برضو او ظريفه، ان هنا في بطانه بتمنع الحراره وبتكون عازل للصوت، فبتبقى ظريفه يعني وجود البطانه دي اللي هي بتبقى واخده الشكل الفومي ده. الفورد فوكس 2022 بتنزل بموتور 1500 سي سي، موتور تنفس طبيعي 3 سلندر، 120 حصان بيتحققوا عند 6000 لفه في الدقيقه، 151 نيوتن بيتحققوا بدايه من 1400 لفه في الدقيقه ل 4500 لفه في الدقيقه. وكل ده متوصل بناء الحركه عادي خالص 6 سرعات. متوسط استهلاك الوقود في العربيه بيوصل طبعا الارقام الرسميه 4.7 لتر لكل 100 كيلو، وزمن التسارع من 0 ل 100 في 11 ثانيه و2 اما السرعه القصوى في العربيه فبتكون 193 كيلو متر في الساعه. شركه فورد
واحده من الشركات اللي بتهتم جدا بالامان والسلامه في عربياتها، وبتعتبر فعلا هي تاني شركه بعد فولفو في الاهتمام بالامان والسلامه. حاجه كده اساسيه ورئيسيه في شركاتهم. وفورد واخده كمان 5 من 5 في اختبارات اليورو انكاب، فدي برضو لازم حاجه نحطها في الاعتبار. فهنلاقي ان العربيه كمان بقى في منظومه الامان والسلامه نازله بمجموعه محترمه جدا. هنلاقي نازله بالاي بي اس والاي بي دي والاي اس بي، فيها كمان التراكشن كنترول او التي سي اس اللي هو نظام التحكم في الجر، فيها كمان التحكم في الصعود للتلال. ضيف على كده كمان مراقبه ضغط الاطارات والسنسور الامامي والخلفي، وكمان كاميرا الرجوع الخلفيه. وكمان في الفئه الاعلى هنلاقي ان فيها نظام التحذير من مغادره الحاره المروريه. نسيت كمان اقول لكم انها بتنزل في كل الفئات ب6 ايرباجز. بكده انا اكون خلصت الفيديو بتاعي عن العربيه الفورد فوكس موديل 2022. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، واشوفكم في فيديوهات تانية قريب ان شاء الله، واقول لكم السلام عليكم.